السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم بألف خير كده، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عام سعيد علينا كده كلنا، وعيد سعيد علينا كلنا. ربنا كده يهل علينا بالخير واليمن والبركات. واحنا خلاص بدأنا العشر، الأيام المفترجة الحلوة الجميلة اللي كلها بركات، ونعملوها بقى بالذكر والصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والتكبيرات والتسابيح. اجتهدوا في الأيام دي، ثوابها عظيم جدا جدا جدا. وكل اللي له أمنية ولا له دعوة ولا اللي نفسه في حاجة يدعي ربنا إن شاء الله. الأيام دي فيها استجابة للدعاء وفيها روحانيات عالية جدا. ربنا كده يا رب يحقق لنا كل اللي بنتمناه، ويبارك لنا في الأيام المفترجة دي إن شاء الله، ويبقى عيد سعيد علينا كده كلنا. نسمي الله كده ونبدأ ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله هنعمله الفتة، فتة عيد الأضحى المبارك، فتة العيد. طبعا فتة يعني عيد، عيد أضحى يعني فتة. كل البيوت المصرية لازم في العيد هتاكل فتة، مفيش بيت مصري هيخلو منها إن شاء الله. تابعي معايا كده الوصفة وهتاكلي أحلى فتة في عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، وبألف هنا وشفا على قلوبكم مقدما. هنسمي الله كده حبايبي ونبدأ. معانا طبعا البروتين بتاعنا، البطلة بتاعتنا الملكة، اللحمة، ومعانا الرز المصري الأبيض الجميل، ومعانا العيش اللي هو المقمر اللي هو ايه بتتقطع كده قطع صغيرة بتاع الفتة، ومعانا التوم متقطع شرايح، ومعانا فصين حبهان وفصين مستكة عشان الشوربة الجميلة بتاعتنا، ومعانا الفلفل الأسمر، البهارات بتاعتنا، ومعانا الملح. هما النهارده مش هنستخدم غير فلفل اسمر وملح، ومعانا زبده متقطعه قطع، ومعانا ما يعادل نص مج كده خل. النهارده بقى طبعا فته يعني خل يعني توم، فته كده بالخل والتوم تحفه، وبألف هنا على قلوبكم كده ايه مقدما. هنسمي الله كده يا حبايبي ونبدا نشغل البوتاجاز مع بعض. هنسخن الحله بتاعتنا ونهدي النار كده، عشان اول حاجه هنبدأ نعمل ايه بقى. هنبدأ بتشويح اللحمة. هنبدأ بتشويح اللحمة بتاعتنا. اول حاجة هنبدأ ليه بقى بتشوحي اللحمة بتاعتك؟ علشان تديكي طعم حلو، ما تشدش معاكي، يبقى التيست بتاعها عالي، تحسي كده بطعمها كده يبقى دايبة كده في بقك. هتاخدي كده قطعة زبدة صغيرة قوي، قطعة زبدة صغيرة معانا، هتحطيها كده تسخن في الحلة بتاعتك. وبعد كده هو حطيتي زبده، يبقى لازم نحطه شويه زيت صغننه، نقطه زيت. ليه؟ عشان الزبده بتاعتك ما تتحرقش. زبده يعني لازم احط نقطه زيت كده صغيره علشان ما تتحرقش معانا. اول كده ما تبدا تسخن في الحله بتاعتك، تبداي كده ايه توزعي كده على الحله بتاعتك. هتبداي كده تسمي الله وننزل باللحمه بتاعتنا. هنقول كده بسم الله، وهنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا. تسمعي بقى صوت الايه، احلى طشه بقى، تسمعي الصوت ده بقى ايه هو اللي هيديكي بقى الطعم والتست، وهيديكي ايه. تبداي كده ايه تشوحي اللحمه بتاعتك. بصي بقى كده تبداي ايه التشويح كده بتاع اللحمه. ليه بقى؟ هتديكي طعم عالي قوي، هتبقى مش بتشد معاكي، اللحمه هيبقى مستوي كده وطري، ده غير بقى النكهه والتست اللي هتديهولك والريحه. تبداي كده ايه تهدي بقى النار عليها كده، تمام. وهنبدا نحط رشه فلفل اسمر صغيره، رشه صغيره. طبعا احنا مش هنحط ملح عشان ما ناخرش في سوى اللحمه، يعني فاهمين؟ الملح ده بيأخر في السوى معانا، فاحنا مش هنحط ملح دلوقتي. فكده هيبقى ايه احلى لحمه كده ان شاء الله. تفضلي كده تقلبي كده اهو معاكي، وهتبداي تنزلي بفصين لو عندك، يعني ما عندكيش خلاص فصين مستكه وفص كده حبهان. هتبداي ايه تحطي فصين مستكه لو عندك، يعني تدي نكهه وتفتحي كده الحبهان كده من جوه، تقسميه كده علشان كل النكهه اللي جوه دي تخش في اللحمه بتاعتك. لو مستطاع مش موجود مش مشكله. وهتبداي كده بصي تشوحي كده اللحمه بتاعتك
بصوا بقى حبايبي، بصوا حبايبي بقى اللحمه بدات تاخد معانا لون ازاي، بشويه بقى الفلفل الاسمر والحبهان وفصين المستكه اللي احنا حطيناهم، الريحه طالعه تحفه بجد والله. بصوا بقى اللحمه بدات تاخد معانا لون ازاي، وبدات انت كده بتشوحي اللحمه بتاعتك بحته الزبده الصغيره ونقطه الزيت زي ما قلت لك. طالما حطيتي زبده يبقى هتحطي نقطه زيت علشان الزبده بتاعتك ما تتحرقش. بص اللحمه بدات بقى ايه تاخد اللون وتطلع بقى الريحه التحفه، هتشربي احلى شوربه وهتاكلي احلى فته ان شاء الله. جربي وصفتي كده عشان هتاكلي احلى فته في عيد الاضحى الجاي ان شاء الله. بصي بقى كده بدات بقى ايه تعمل الصوت الحلو ده. خلاص اهي اللحمه بدات تاخد معانا اللون وداخله خلاص في السوا كده. بقى هتاكلي لحمه كده ايه زي اللوز زي ما بيقولوا، حاجه كده مستويه ليها طعم ليها ريحه. جربي طريقتي وادعي لي بقى. عايزه دعوه حلوه وعايزه كده لايكات بقى على الفيديو ده وتفاعل، وعايزه بقى كومنتات حلوه زيكم كده. تبداي بقى تعلي النار كده شويه خلاص بقى عشان ايه خلاص اللحمه بتاعتك بدات خدت اللون اهي. بصوا الجمال بقى وبصوا الحلاوه والريحه بقى ما اقولكوش تحفه تحفه. كل عام وانتم بخير كده، ويعود علينا كده الايام كلنا بخير وبصحه ودايما كده متجمعين ودايما كده مع بعض هنبدا بقى ننزل بالبصلايه. معايا بصلايه متقطعه قطع، هنبدا ننزل بيها كده اهو على اللحمه بتاعتنا تاخد تشويحه اخيره معاها. بصي اهي نزلنا بالبصلايه متقطعه قطع على 3 قطع كده او 4/4 زي ما تحبي يعني. تاخد البصلايه برده تشويحه كده عشان تاكلي احلى فته في احلى عيد. زي ما اتفقنا كل بيت مصري مش هيخلو منه الفته، عيد يعني فته وفته يعني عيد. كل عام وانتم بخير. كده خلاص حبايبي الفته كده اللحمه بتاعتنا خدت لون واستوت معانا والبصله اتشوحت معانا. هنبدا بقى كده نسمي الله. وانتي طبعا تبقي غاليه ميه مغليه تنزلي على اللحمه. بصي تسمعي بقى الصوت الجميل ده احلى طشه كده على اللحمه. لازم الميه بتاعتك تبقى مغليه. ليه؟ علشان اللحمه بتاعتنا ما تشدش وما تتاخرش في السوا. بس كده هنبدا نغطي بقى عليها كده تاخد راحتها في السوا حبايبي. وهنبدا بقى ايه هنسمي الله كده ونبدا ان احنا نعمل الرز المصري الجميل بتاعنا. الرز طبعا انت معاكي رز 2.5 كوباية رز. انا عامله 2.5 كوباية رز مغسول ومتصفي. هنبدا كده نسمي الله ونشغل البوتاجاز. تمام. هتبداي بقى تنزلي بايه هتنزلي بقى بالزبده الحلوه بتاعتك. هتاخدي كده قطعتين صغيرين كده زبده، قطعه صغيره. ومعاكي بصي قطعتين صغيرين جدا اهو. طبعا احنا اتفقنا حطينا زبده لازم نحط مع الزبده زيت. ليه؟ علشان الزبده ما تتحرقش. وكمان الزيت الرز عموما عملتيه بسمنه عملتيه بزبده لازم تحطي شويه زيت كده صغيرين. ليه بقى؟ بيدي للرز لمعه كده وبيطلعه مفرفر وجميل. اول بقى ما الزبده بتاعتك مع الزيت تبدا تسخن تبداي بقى تنزلي ايه بالرز بقى الحلو بتاعك. اول كده ما تحسي كده ان الدنيا الزبده سخنت مع الزيت هنبدا ننزل بالرز المغسول ومتصفي معانا. هنبدا كده نسمي الله وننزل بالرز بتاعنا. تمام كده. اهم بقى حاجه عشان تاخدي بقى رز مفلفل وجميل والواحده بوحدتها زي ما بيقولوا، هتبداي بقى كده ايه تخلي الزبده بتاعتك وشويه الزيت اللي انت حطيتيهم يتغلغلوا كده جوه الرز. كل حبه من الرز تبقى شاربه من الزبده والزيت بتاعك. تقلبي كده لمده دقيقتين كده 2-3. تبداي ان انت بصي تقلبي كده كويس. هتقلبي كده تغلغلي كل الزبده بتاعتك الحلوه بنقطه الزيت اللي انت حطيتيها اللي هتديكي اللمعه وتطلع لك رز جميل ومفلفل كده اهو. بصي الجمال بقى اهو. تبدا كده حبه الرز تسخن وتتغلغل في الماده الدهنيه اللي انت حطاها. خلاص كده اتاكدتي ان الرز قلبتيه كويس. تمام. هنبدا بقى ايه هنبدا ان احنا
نجيب الميه بتاعتنا. على كل كوبايه رز مصري كوبايه ميه، على كل كوبايه رز مصري كوبايه ميه. كده معانا اول كوبايه. يبقى احنا اتفقنا كل كوبايه رز مصري عليها كوبايه ميه. دي تاني كوبايه، وزي ما قلت لكم انا عامله كوبايتين ونص رز، يبقى هنحط كوبايتين ونص ميه. وادي نص الكوبايه بتاعت الميه، نص كوبايه الميه الموجوده معانا. وهنبدا بقى ايه، كل كوبايه رز عليها نص، كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه. انا حطيت معاكم كوبايتين ونص ميه. وكل كوبايه رز مصري عليها معلقه ملح، معلقه ملح صغيره. ادي 1 2 كده هتاكلي رز مظبوط في الملح جدا. 1 2 حطينا معلقتين، واحنا عاملين كوبايتين ونص زي ما اتفقنا، ونص معلقه صغيره، يبقى حطينا معلقتين ونص ملح، عشان كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه ومعلقه ملح. احنا عشان عاملين كوبايتين ونص فحطينا معلقتين ونص ملح. وهتبداي كده تقلبي الرز بتاعك. تاكدي بقى ان الملح بتاعك ايه دخل كده جوه الرز بتاعك كده اهو. تبداي كده تقلبي الرز بتاعك عشان ايه، تتاكدي ان الرز يطلع كده جميل ومفلفل ومش لازق معاكي في الحله، تطلع كده ايه الحبه بحبتها زي ما بيقولوا. هتبداي كده اول بقى ما تلاقي الرز الميه بتاعت الرز تبدا تغلي معاكي وتبقبق، هتبداي تغطي على الرز بتاعك وتهدي عليه النار، يبقى على نار ايه زي الشمعه كده زي ما بيقولوا، عشان يطلع معاكي الرز مستوي ويطلع معاكي مفرفر وجميل. بصوا يا حبايبي بقى، اول ما الميه بتاعت الرز تغلي كده معاكي وتعمل البقبقه دي، تعرفي ان ميتك غلت. تبداي بقى توطي النار، توطي وتهدي النار خالص، تبقى زي الشمعه كده على الرز بتاعك، وتروحي مغطيه، توطي وتغطي عشان تاكلي احلى رز مفلفل وجميل. واللحمه معانا على النار بتستوي اهي. وبرده وانت لحمتك على النار بتستوي سخني برده شويه ميه، عشان لو لحمتك احتاجت ميه يبقى انت عندك ميه سخنه، عشان لازم زي ما اتفقنا اللحمه ينزل عليها ميه سخنه عشان ما تشدش معاكي وتبقى مش حلوه. اللحمه عشان تضمني سواها وتضمني انها تطلع كده زي اللوز معاكي لازم تنزلي عليها بميه سخنه. فبرده تجهزي معاكي شويه ميه مغليه، انا بغلي اهو البراد تاني عشان لو لحمتي احتاجت ميه دافيه. دلوقتي يا حبايبي خلاص الرز بتاعنا كده استوي، الرز بتاعنا استوى كده وبقى جميل معانا، واللحمه بتاعتنا كده استوت. هنبدا بقى دلوقتي يا حبايبي هنعمل ايه، هنشوح بقى العيش اللي احنا جايبينه ده، هنشوحه في معلقه زبده. هو اي نعم عيش مقمر، بس التشويحه بسيطه في معلقه زبده صغيره هتديكي تيست وطعم في الفته تحفه. هتبداي كده تحطي قطعه زبده كده صغيره ده اهو، وتبداي ايه تشوحي العيش بتاعك. هنبدا كده نسمي الله ونولع البوتاجاز، نشغل البوتاجاز بتاعنا. نبدا نهدي كده النار تمام. وهتبداي بقى ايه هتديها بقى ايه تشويحه كده، حته الزبده بتاعتك القطعه دي مع ايه، مع شويه العيش الحلوين بتوعنا. حته الزبده دي بقى وتشويحه العيش كده اهو هتديكي بقى تيست في الطعم بقى، وهتخلي العيش كده مقرمش وجميل، هيبقى تحفه. هتقولي لي العيش مقمر ليه؟ لا، بتدي تيست وطعم حلو قوي. تحميصك هو محمص، بس انت بتديله الطعم وتيست بحته الزبده الصغيره اللي انت حطيتيها دي، تدي تيست في الطعم حلو قوي. تحسي كده ايه بطعم وريحه الفته كده المصريه الاصيله كده وانت بتاكلي. عايزه بقى كل اللي بيشوف الطريقه دي يجربها ويعملها عشان ياكل كده احلى واطعم فته في عيد الاضحى المبارك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلام، وكلنا كده مع بعض وبسلام متجمعين كده في الخير. بصوا يا حبايبي كده العيش بتاعنا خلاص، حته الزبده القطعه اللي احنا حطيناها ساحت كده وعطت ريحه وتيست جميل قوي للعيش بتاعنا. خلاص كده تمام. هتبداي بقى كده تاخدي معاكي قطعه زبده كده صغيره ده اهو، ومعاها نقطه زيت.
قطعه الزبده كده الصغيره اهي، هنحط عليها نقطه زيت صغيره عشان قلنا اتفقنا عشان الزبده بتاعتنا ما تتحرقش. تمام. بس كده اول ما الزبده بتاعتك مع حبه الزيت الصغيرين كده يبداوا يسيحوا، هتبداي تنزلي بالثوم المفروم بتاعك. الثوم المفروم بتاعك اهو متقطع شرايح صغيره، هتبداي ايه تنزلي كده بيه، وهتبداي ان انت ايه تشوحي الثوم بتاعك كده وتبقي مهديه النار كده ايه تبقى وسط. تبداي كده ايه تدي تشويحه للثوم بتاعك. اول ما الثوم بقى بتاعك ما تخلوش لونه يغمق، لا، اول ما يبقى لون الذهبي الحلو وتبدا ريحه الثوم تطلع كده يديك الريحه والتست بتاعه كده الحلو الجميل ده، تبداي بقى ايه تنزلي بالخل بتاعك على الثوم بتاعك المتقطع شرايح ومتحمر كده متشوح في قطعه الزبده ونقطه الزيت زي ما قلت لك علشان الزبده بتاعتك ما تتحرقش. طالما زبده يبقى لازم ندعمها بنقطه ايه زيت زي ما اتفقنا. اول بقى ما ريحه الثوم تبدا تطلع تبداي تنزلي بنص مج الخل اللي معانا دوت، تبداي ايه تنزلي بيه على الثوم بتاعك. خلي النار كده وسط بس كده عشان الثوم بتاعك ايه ما يتحرقش، لا يبقى مستوي وحلو وعاطي اللون الذهبي الجميل ده اللي هيبقى على وش الفته كده بتاعتنا الحلوه الجميله، عشان تاكلي احلى فته كده باحلى ريحه خل وثوم. نبدا نهدي النار كده، تبداي كده ايه دقيقتين 3 كده تشوحي ايه الثوم بتاعك عشان كله ياخد نفس درجه اللون الذهبي الحلوه ما يتحرقش منك. بدات ريحه الثوم حبايبي تطلع معايا، بصوا بدا الثوم ريحته تطلع، بدا كله كده يمتزج في الزبده اللي احنا حطيناها ونقطه الزيت. بصوا هتبداي بقى حبيبتي تهدي النار علشان انت هتنزلي بالخل ما يعملش ايه ما يخليش النار تهب او تعلى منك. هنسمي الله كده ونبدا ننزل. تسمعي بقى احلى طشه في الدنيا، طشه الخل على الثوم بتاعك. يبدا كده تشويحه كده، تبداي بقى تعلي النار كده عليه شويه يغلي بقى غلوه الثوم بتاعك، يغلي غلوه في نص مج الخل اللي انت نزلتي بيه. تمام. حطي بقى رشه ملح صغيره، رشه ملح صغيره كده في الثوم بتاعك، ورشه فلفل اسمر برده صغيره، رشه صغيره ملح ورشه صغيره فلفل ايه اسمر. وتسمعي بقى الصوت الجميل ده الثوم بقى مع الخل، ريحه بقى تحفه جميل، هيدي بقى الفته بتاعتك النكهه والطعم وكل حاجه حلوه. اول بقى ما يغلي الثوم مع الخل بتاعنا هنبدا بقى ايه ندعم بقى ونزود الدقه بتاعتنا الحلوه دي الخل والثوم بمغرفتين من الشوربه بتاعتنا الجميله دي. هنبدا كده نسمي الله، ادي 1 2 بتدعمي بيهم الطعم وبيدي تست، تاكلي بقى كده احلى فته كده بالخل والثوم بقى كده بالدقه الحلوه بتاعتنا دي. هنسيبهم بقى يغلوا كده غلوه معانا ونبدا بقى ايه كده حبايبي بقى الخل مع الثوم مع مغرفتين الشوربه اللي احنا حطيناهم. اول ما يبداوا يغلوا كده تطفي بقى عليهم النار كده، وتبداي بقى ما عندك العيش اللي احنا شوحناه بقطعه الزبده حمرناه كده تشويحه كده يديله تيست وطعم. هتبداي بقى ايه تاخدي كده حبيبتي الخل والثوم بتاعك، هتبداي تاخدي كده مغرفه تنزلي على العيش بتاعك كده اهو، بيديله بقى تيست وطعم بقى ايه رهيب، هيديكي تيست وطعم حلو جدا. هتقسمي الخلطه دي على مرتين، مره كده هتحطيها على العيش بتاعك وبقيه الخلطه دي هتحطيها بقى على الوش بعد ما تحطي الرز بتاعك كده. تمام قوي. هتبداي بقى ايه كده اهو تنزلي كده عشان تاكلي بقى احلى فته بقى في الدنيا. بصي الجمال بقى وبصي الحلاوه بقى والريحه بقى تحفه. بصي تبداي بقى كده ايه تقلبي العيش بتاعك في الدقه بقى بتاعتك بالخل بقى بالثوم بالشوربه الحلوه بتاعت اللحمه بتاعتك. تمام كده.
تغلغلي كده الشوربه في كل العيش بتاعك. تمام. هتبداي بقى ايه تغرفي الرز بتاعك. هتبداي بقى تحطي كده الرز، حطي الرز بتاعك كده، تنزلي بقى بيه كده على ايه الفته بتاعتك. بصي بقى الرز بتاعنا مفلفل وابيض كده جميل وتحفه. بصي الجمال بقى، احلى فته هتاكليها. جربي طريقتي ومش هتندمي. جربي الطريقه دي واكتبوا لي بقى في التعليقات بقى ايه اكلتوا بقى احلى فته ولا لا. بص بقى زي ما اتفقنا احنا حطينا نص الخل والثوم والشوربه بتاعتنا على العيش، والنص التاني بقى الباقي معانا. هتبداي بقى بعد ما تحطي الرز بقى بتاعك تنزلي بقى كده ايه تشربيه بقى باحلى خل بقى وثوم بقى كده وشوربه زي ما اتفقنا. بصي الجمال بقى، ريحه بقى ايه تحفه. دلوقتي بقى حبايبي تبداي بقى ترصي لحمتك كده على الفته الحلوه بقى ايه بتاعتك. تبداي كده تنزلي ايه باللحمه بتاعتك كده، تبداي بقى ترصي كده القطع بتاعت اللحمه بتاعتك. تمام. ريحتها بقى ايه تحفه. هتحطي بقى رشه فلفل اسمر كده في الاخر، التاتش بقى الاخير بقى بتاعنا. هتنزلي بقى برشه الفلفل الاسمر الحلوه بتاعتك كده عشان تاكلي بقى احلى فته في احلى عيد ان شاء الله كده. يقعدوا عليكم كده بالخير، تبقوا كده دايما متجمعين في الخير كده، ويبقى عيد سعيد عليكم كده وايه وعلينا. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم يا حبايبي؟ بصوا بقى كده الفته، وبصوا بقى اللحمه عليها، وبصوا السوا بتاع اللحمه جميل جدا، والريحه بقى تحفه بقى. الخل بقى مع الثوم بقى مع شويه الشوربه اللي احنا حطيناهم جميل جدا. انت بتحطي بقى خلك كده على ومع تشوحيه في الزبده مع شويه الثوم اللي انت مشوحاهم مع 3-4 مغارف شوربه كده معاهم، ويسخنوا يغلوا غلوه، وبتنزلي زي ما قلت لك على العيش الاول بتسقيه كده بمغرفتين، وبعد كده بتحطي الرز وبتنزلي بالدقه بتاعتك اللي هي بالدقه الثوم مع الخل مع رشه الملح مع رشه الفلفل الاسمر مع 3-4 مغارف شوربه، وتبداي بعد كده ترصي اللحمه بتاعتك. وبالف هنا وشفا على قلوبكم مقدما، وعيد سعيد عليكم وعلينا وعلى مصر كلها. وكده اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. تابعي معايا بقى، لو لسه ما بداتيش تنظيفات العيد تابعي معايا عشان هنبدا مع بعض. هقولك تبداي ازاي وتعملي ايه باقل مجهود وفي اسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.